طيب، جالي سؤال بس انا مش عارف احطه او اجاوب عليه بفيديو، فانا هجاوب كده ويا رب الاجابه توصل لصاحبه السؤال. بيقول ان انا عملت حشو عصب من فتره، رحت الدكتور وخدت اكس راي وطلع ان في خراج كبير تحت الضرس، وعملت حشو عصب. وبعديها بشهرين ثلاثة بعمل اكس راي تاني لقيت الخراج لسه موجود، فانا مش عارفه كده الحشو مش سليم ولا ايه الوضع. فالدكتور قال لها انه بياخد وقت. الكلام ده طبعا صحيح. الفكره ان الخراج بيبدا ياكل في العظم، فايه السبب في الخراج؟ هو العصب اللي فيه مشكله. فاحنا الحل بتاعنا ان احنا بنعالج السبب فالنتيجه بتختفي. بنعالج السبب اللي هو العصب اللي فيه مشكله، بنشيله، بننظف كويس وبنحشي كويس، فتبدا النتيجه تختفي. النتيجه تختفي بتختفي على مراحل. اول مرحله ان لو في ورم او في صديد او في الم، الكلام ده كله بيختفي، ودي المرحله السريعه اللي احنا بنحس بيها. طيب العظم بقى، العظم بياخد وقت طويل على ما يبدا يعمل تحلل للكيس اللي تحت او للخراج اللي تحت، ويبدا يتكون عظم من اول وجديد ويملى المكان ده. فبالتالي لا، احنا لو بتابعنا بالاشعاعات هناخد وقت اطول شويه، ممكن يوصل سنه وبعد سنه كمان على ما الخراج يختفي في الاشعه. فالكلام ده مظبوط وما تقلقش، باذن الله الدنيا تبقى تمام. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز مصر طب الاسنان. لو في اي اسئله سيبوها لي برده في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.